ما بين هنا وهناك سيدات المغرب كان ليهم كلمة تانية. السلام عليكم وهلو هلو يا مساء الجمال على أحلى أمارات. وحشتوني أوي 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 فوق ما تتخيلوا. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أفضل حال. وأهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة معانا 2 سيدات مغربية جميلة جدا جدا جدا. هنشوف معاهم روتين قوي وأفكار كمان حلوة. كمان ما بين سيدات ما بين المغرب وما بين دول أوروبية. إزاي هنشوف الروتين بتاعهم هنا وهنا، ونستفيد كمان بالميكس الحلو ده. متنسوش اللايك الحلو بتاعكم، تعليقكم واشتراككم. هافرح جدًا جدًا بوجودكم معايا، وباستنى دايمًا كلامكم المشجع، فباشكركم بجد من كل قلبي. يلا بينا هنبدأ بقى تفاصيل الفيديو النهاردة، وأول سيدة معانا هي سيدة مغربية مقيمة في ألمانيا. تعالوا نشوف بقى تفاصيل البيتين وإزاي الروتين بتاعها بيكون حلو إزاي في أي مكان. فيديو النهارده يعني ما فيهوش مثلًا حِيَل الأفكار أو الترتيب أو التنظيم، أو بنشوف مثلًا ديكورات أو إعادة تدوير. لأ، فيديو النهارده فيه ثقافة تانية، فيه ثقافة مغربية حلوة أوي. ومن الفيديوهات اللي أنا باحب أتفرّج عليها الصراحة، لإن بيبقى فيها touch كده مختلف. يعني بنحب نشوف الذوق بتاع السيدة العربية في أي مكان بيبقى عامل إزاي، ونشوف ثقافة وتفاصيل جديدة عن البيوت العربية كمان، حتى لو في الخارج ممكن تكون شكلها عامل إزاي. إحنا دلوقتي لسه كده في البيت المغربي. لمّا شُفنا روتين ترتيبات للبيت، وشُفنا كمان تغييرها للجزامة الجديدة لشكل modern بدل الsteel أو الحاجة اللي ممكن تكون فيها فخامة. لكن أنا حابة أعمل حاجة تكون simple، حاجة بسيطة ولايقة كمان مع style البيت ككل. فده كان تغييرها الحلو أوي. وكمان حتى تفاصيل المرايات الكبيرة اللي بتكون لذيذة أوي في أي مكان، كانت برضه مرايتها الجديدة في غرفة النوم. وبعض الديكورات، إحنا كنا شُفنا البيت المغربي ده في فيديو قبل كده، وشُفنا كل التحضيرات وإزاي زوجها كان بيساعدها في ترتيبات البيت الجديد، لمّا حبِّت إن هي تستقر في المغرب وتجيب بيت ليها هناك. فأدينا بنشوف زي ما باقول لكم روتين مختلف وتفاصيل مختلفة. يمكن يكون مشجّع لينا إحنا كمان في بعض الحاجات، زي مثلًا مشترياتها ناخد فكرة عنها، أو إزاي ممكن تنسّق البيت أو تعمل فيه تفاصيل ديكورات جديدة. ممكن ناخد فكرة من الروتين عمومًا. هنا بقى هي قبل ما تسافر، لازم تخلّي البيت بتاعها كمان يكون نضيف. فحبِّت إن هي تغطّي كل الأثاث اللي موجود عندها، السراير، الترابيزات، الحاجات دي كلّها تغطّيها، بحيث يبقى الموضوع سهل عليها لمّا ترجع تشيل، ما يبقاش في أي أتربة أو الموضوع يبقى مُزعج بالنسبة لها. فحبيت أوي كمان برضه فكرة الكفرات دي. ممكن بعضنا مثلًا لمّا بيكون مسافر أو حاجة ممكن إن هو يكسّل في موضوع مثلًا البيت. أنا كده هارجع، فهابدأ تنضيف من أول وجديد. فخلاص بقى مش مهم أسيبه وخلاص، كده هيتنضف أو كده هيتبهدل. لكن خلّي عندكم برضه شوية احتياطات كده عشان الموضوع يبقى أسهل عليكم. رجوع من سفر برضه الموضوع يعني ممكن يكون صعب شوية. فدي حاجة تسهّل عليكم بعد كده الروتين بتاعكم. طبعًا إحنا عِشنا معاها كده رحلتها وسفرها لحد ما وصلت للبيت الألماني، اللي بدأت كمان برضه تعمل فيه الروتين بتاعها وترتيباتها. وأكتر حاجة بقى يعني عجبتني في السيدات اللي معانا النهارده، الجزء المشتريات بتاعهم. عارفين لمّا هي تنزل لبلدها، سيدة بقى مغربية، سيدة مصرية، سيدة عراقية، أي دولة إن كانت، لمّا بترجع لبلادها تلاقوها جايبة شوية مشتريات كده من ريحة البلد بتاعتها. تفضل حاجة حلوة قدّامها. سواء بقى ديكور، سواء زي ما أنتم شايفين الأواني المغربية الجميلة. حاجة تبقى طول الوقت قدّامها تفكّرها وتبقى رابطاها ببلدها وبالأجواء بتاعتها، ما تحسّش إنها في مكان غريب أو مكان جديد. لأ، دي حاجة بجد بتعجبني أوي، أوي، أوي في السيدات العربية الجميلة لمّا بتكون في الخارج. تفضل محافظة كده على شوية طقوس وشوية عادات اتعوّدت عليها. فحاجة بتفضل ملازماها. فدي كانت جزء من مشترياتها، الطقم اللذيذ الجميل المغربي اللي كان من مشترياتها لمّا بدأت تنتقل من المغرب لألمانيا. ده بقى روتين بقى تنضيفاتها للبيت الألماني.
يعني بعد ما رجعت بقى بلدها بدأت إنها تعمل التنضيفات، الترتيبات زي ما قُلت لكم يعني ممكن موضوع بس إن أنا أغطّي العفش بتاعي أو الأثاث بتاعي، موضوع يسهّل عليَّ بعد كده، ما فيش مانع إن أنا برضه هاعمل الروتين اللي أنا متعوّدة عليه العادي بتاع يومنا العادي، فده كان النظام بتاعها وترتيباتها، وخدنا فكرة كمان برضه عن style البيت بتاعها، يمكن نستفيد ببعض لمسات الديكورات منها. قبل ما ندخل بقى على السيدة التانية ونشوف تفاصيلها كمان وسفرها، عايزاكم بقى حبيبات الأميرات اللي أنا عارفة إن هُم برضه أميرات عربية ومُقيمة في دول أوروبية أو دول أجنبية، عايزاكم تكتبوا لي برضه في الcomments آخر مرّة سافرتوا فيها لبلدكم كانت إمتى، فعلًا برضه جزء المشتريات دي حاجة مهمة عندكم، تفاصيل يعني بنحب نتشارك بقى من أرض الواقع كده وإحنا مع بعض أحلى أميرات، خلّونا نعرف بعض الثقافات بتاعة الدول الأخرى من التعليقات بتاعتكم. ندخل على السيدة المغربية التانية، وهي سيدة مغربية لكن مُقيمة في بلجيكا، برضه سيدة إحنا دايمًا بنحب نتفرّج عليها، ونشوف كمان أكلاتها ووصفاتها الحلوة في مطبخها، كمان برضه لمّا رجعت من المغرب شوفوا بقى يعني كمية المشتريات الأصيلة، هاقول عليها الأصيلة لإن الواحد لمّا بيرجع لأصله بجد دي حاجة حلوة أوي، آآ تشتري بقى البراد، الكوبايات، بعض الأكل نَفْسه، يعني توابل معيّنة مثلًا أو حاجات تستخدمها في أكلات ما بتبقاش موجودة في البلد التانية، فباضطر إن أنا أجيبها من المكان الأصلي بتاعها، علشان أروح أعمل الوصفات والأكلات اللي إحنا متعودين عليها. كمان برضه ممكن بعض المشتريات سواء مثلًا حاجات ديكورات ممكن يكون أسعارها كمان برضه في بلدنا تكون مختلفة عن الدول التانية، فأحب إن أنا أجيبها طبعًا بأسعار تكون أقل شوية، تبقى نفس الحاجة بس طبعًا برّه ممكن تلاقوها بأسعار أغلى، فممكن لمّا أجيبها من بلدي تبقى سعرها أقل. نفس الفكرة ونفس الخامة ونفس كل حاجة، فبرضه دي ممكن تكون جزء من مشترياتها. كمان بقى زي ما شُفتوا كده وقُلت لكم حاجات ممكن تكون خاصة بالأكل شوية، حاجات توابل معيّنة مش بالاقيها غير في بلدي أو أكلات معيّنة، أو كمان حتى التحلية أو المخبوزات، يعني بجد لمّا بتجيبوها من بلدكم بتحسّوا إنها حاجة مختلفة. يمكن أنا هنا في مصر مثلًا من محافظة لأ اتجوّزت في محافظة تانية، فلمّا بتجيبي حاجة من هنا مش متعوّدة عليها هنا، فعلًا بتحسّي إن أنتِ يعني فاهمين أنتم رجعتوا كده لأيام زمان. ف فبجد من الحاجات الحلوة أوي إن الواحد يرجع لحاجة كان متعوّد عليها. عمومًا هنا أو هنا يعني ربنا يكتب لكم السلامة والخير دايمًا، وأمارات الحلوين اللي أصحاب نفس التجربة هم اللي هاستناهم بقى النهارده يكتبوا لي في الcomments تجربتهم من انتقالهم لبلد لبلد كانت عاملة إزاي. ده هنا بقى زي ما إحنا شُفنا السيدة الأولى والروتين بتاعها وقت السفر، كمان برضه السيدة اللذيذة اللي معانا لمّا رجعت من المغرب لبلجيكا بدأت برضه إنها تعيد ترتيب وتنظيم بقى البيت بتاعها، خلِّت الأولاد يعملوا الغرفة بتاعتهم، الملابس والأغراض بتاعتهم اللي استخدموها في السفر، وهي كمان برضه بدأت تنظّم وترتّب الحاجات الخاصة بيها. كمان برضه حلو إن حتى اللبس نَفْسه للسيدات بتكون محافظة برضه شوية على بعض العادات والتقاليد بتاعتها في اللبس حتى، يعني أكل بقى أو لبس أو أدوات زي ما قُلنا، بجد والله حاجة لذيذة جدًا، جدًا. عاجبني بقى إعادة ترتيبها للمكان على طول، وبناتها ما شاء الله عليها بيساعدوا معاها، كل واحد عمل الحاجة بتاعته فخلّصوا وأنجزوا بسرعة من غير مجهود أو تعب على أي حد. كُلّه بيساعد، كُلّه بيعمل، يعني الموضوع هيبقى خفيف أوي علينا، سواء بقى في سفر أو ما فيش، خلّي عندكم روح المشاركة ما بين أفراد البيت ككُل، عشان كل حاجة تتم على أفضل وجه من غير ما حد يتعب فيكم، يبقى المجهود متقسّم علينا كُلّنا. نكمّل معاها بقى ترتيباتها وتنظيماتها لمّا بدأت إنها ترُص بقى القطع المغربية اللي هي جابتها في المطبخ عندها. يعني بُصّوا بصراحة كده لمّا تفتح المكان الأول للموضوع اللي هي الحاجات العادية اللي موجودة في أي مطبخ، لكن شوفوا بقى لمّا ضافت القطع المغربية بجد فرقت إزاي معاها. أنا عن نفسي والله فرحت، يعني ما بالكم بقى هي إحساسها بالغُربة ولمّا تلاقي معاها حاجات موجودة من بلدها، يعني حاجة ممكن تهوّن عليها الموضوع شوية. يا رب يعني يهوّن عليكم جميعًا أي حد في غُربة ويجمعه بأهله وحبايبه يا رب اللهم آمين.
كمان برضه شُفنا طقم التنظيم للبقوليات بتاعتها حلو جدًا، جدًا، لمّ لها كل حاجة وخلّى المكان نضيف أكتر ومنظّم أكتر، حبِّت إنها تكمّل بقى بقية النواقص بتاعتها، راجعة من سفر تشوف إيه الحاجات اللي محتاجاها وتبدأ إنها تكمّلها، برضه كان جزء من الروتين بتاعها. فرق بقى ما بين المشتريات اللي هي جابتها من السفر، وما بين المشتريات اللي ممكن أشتريها وأنا في دولة أجنبية. موقع مثلًا زي أكشن بدأت إنها تجيب بعض المشتريات اللي ممكن تكون محتاجاها في البيت، أدوات أو حاجات تكميلية للمطبخ أو للبيت عمومًا، برضه كانت حاجات مهمة أوي عندها، ضروري إن إحنا نشوف بس الحاجة اللي إحنا فعلًا محتاجينها، مش مجرد إن إحنا بنصرف فلوس وخلاص، أو نشوف مثلًا أي offer أو أي عرض، فالله جميل يالّا نجيبه، في الآخر يبقى ما استخدمناهوش أو ما استفدناش فيه، يبقى العرض بالنسبة لي بصراحة ما كانش عرض بقى، ف فلازم إن إحنا برضه ندوّر على الحاجة اللي إحنا محتاجينها، الحاجة المهمة، عشان نحس إن إحنا فعلًا عملنا حاجة ما ضيّعناش فلوسنا على الفاضي. ده كده كان جزء مشترياتها، وإزاي نظّمت السفرة بتاعتها كمان بالمشتريات الجديدة من موقع أكشن، ممكن تاخدوا screen تشوفوا الsearch وتوصلوا للتفاصيل بتاعة كل منتج. ده كده كان فيديو النهارده يا أميراتي، يعني سيدات مغربية جميلة جدًا، استمتعنا بالروتين بتاعهم سواء في المغرب أو في الدول التانية، كل سيدة منكم بجد تشرّف بلدها في أي مكان، يا رب دايمًا يحفظكم، أي حد في غُربة يجمعه بكل حبايبه يا رب اللهم آمين، يبارك في بيوتكم يا أميراتي، يرزقكم دايمًا السعادة والخير وراحة البال يا رب اللهم آمين. بجد باحبكم من كل قلبي، يا رب دايمًا يكون الاختيار عند حُسن ظنكم، تكون الأفكار يعني الفيديوهات بتعجبكم وبتفيدكم، بنحاول ننوّع على قد ما نقدر، ما يبقاش كل الفيديوهات تنظيف أو روتين أو إرهاق، يعني بنحاول نجيب من هنا ومن هنا، علشان دايمًا كده يكون عندنا طاقة لبيتنا. إن شاء الله ربنا يقويكم على كل حاجة ويديكم الصحة، ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم قبل الفيديو ما يخلص وتعليقكم واشتراككم. بكرة بإذن الله في نفس الميعاد نكون مع بعض بتفاصيل جديدة وسيدات جديدة، فأشوفكم على خير الفيديو الجاي أميراتي وسلام.